ريمونتادا رقم 9000 تقريبا لبرشلونة، فليك. وفوز كبير لريال مدريد وتألق امبابي. هنتكلم بالتحديد، هنبتدي الأول بالكلام عن ماتش برشلونة. برشلونة قدرت انها من تأخر 2-0 في الشوط الأول انها تعمل ريمونتادا وتكسب 3-2 في حاجات يعني او سيناريوهات. احنا كبرشلونيين خلاص بقى عندك ثقة في الفريق، عندك ثقة اللي هو حتى لو خسران 2 أو 3 يقدر يرجع في أي لحظة. يعني شفنا السيناريوهات دي كتير، خصوصا السنة اللي فاتت، قدام الانتر، وكان قدام الريال، وكان قدام فرق كتير، يعني قدام اتلتيكو. يعني انت بتقدر ترجع. بس هنتكلم عن الايجابيات وهنتكلم عن السلبيات. الايجابيات عندك حتى لو لامين سيء وكده يعني، واداؤه اللي مش اللي هو الاداء المطلوب، هتلاقيه عنده حل. مثلا العرضيات بتاعته دي بتعمل خطوره. يعني العرضيه بتاعته يا اما يا يوصلها للمهاجم يجيبها جون، يا اما هيعملها صعبه بحيث المدافع هو اللي يجيبها في نفسه. هنتكلم برضو عندنا عن واحد زي بدري، عنده حلول اللي هي ماتش متكتل والفرقة اللي قدامك قافلة دفاعيا، بحل تسديدة صاروخية حل لك الماتش، فتح لك المباراة بسبب الجون، عملت الريمونتادا. بتتكلم برضو عن رافينيا. الماتش اللي فات لعب اكتر من 3 مراكز، لعب جناح، ولعب صانع لعب، لعب باك في الاخر، وعمل ماتش كويس جدا. نيجي بقى السلبية اللي أنا شايفها لسه موجودة في الفريق من الموسم اللي فات، بس يمكن إنيجو مارتينيز هو يعني كان التوليفة بتاعته هو وكوبارسي كانت كويسة جدا. إنما توليفة أروخو وكوبارسي يعني شايفها سيئة جدا يعني. خصوصا إنك وديت كوبارسي على الناحية الشمال اللي كان بيلعب فيها أصلا إنيجو مارتينيز، يعني بيلعب في مركز غير مركزه. فاحنا شفنا ماتش كارثي حرفيا من كوبارسي الماتش اللي فات. ده بخصوص برشلونة. ونيجي نتكلم بقى على ماتش الريال. الريال قدر يعمل ماتش يعني كويس، او يعني في السهل منه. قدرت انك بتشوف امبابي اللي هو يعني فورمة من السنة اللي من نص السنة اللي فاتت لحد دلوقتي، هو يعتبر اللاعب الثابت في مدريد، هو اهم لاعب في مدريد. لاعب تشوف اللي هو يعني هو الحل الهجومي اللي قدام، وهو برضو اللي بيقدم لك الحلول. بتشوف برضو أردا جولر عمل ماتش كويس. بتشوف برضو فينيسيوس اللي هو بينزل بيصنع وبيسجل. بس برضو نفس العقلية، أتمنى عقليته تتطور يعني، أو ما أتمناش يعني كده كده يعني ده مصلحتي أحسن. السلام عليكم.